الشباب بيسألوني دلوقتي فضة ولا ذهب، وعمالين نتكلم في الموضوع ده، فحبيت اعمل لكم الفيديو ده. انا مقتنع ان مفيش حاجة اسمها اشتري فضة ولا اشتري ذهب. انت ممكن تشتري ذهب وتشتري فضة عادي جدا، والاتنين مخزن للقيمة ويقدروا يعملوا لك مكسب وكل حاجة. بس الفضة كان استثمار طويل الأجل شويتين، إلا الفترة الأخيرة اللي احنا كنا فيها دي. حد أعرفه كان جالي في شهر 6 أواخر شهر 6 أول 7 كده، وجاه قال لي أنا عايز أشتري فضة، وساعتها جبنا له الفضة من شركة BTC. وأظن كلكم عارفين إن BTC زي ما بيعملوا ذهب بيعملوا فضة، وعندهم كل الحاجات، كيلو ونص وجنيه وأونصة وكل اللي أنت عايزه فضة. فأنا ساعتها جبت له كيلو الفضة، كان تقريبا جرام الفضة 58 جنيه. الكلام ده في أواخر 6 أول 7. إحنا دلوقتي في شهر 12 ما قفلناش ال6 شهور، جرام الفضة ب 110 جنيه تقريبا، زيادة 50 جنيه في الجرام. دي طفرة عمرها ما حصلت قبل كده، وده اللي بيقولوا عليه البنوك العالمية والخبراء إن الريشيو ما بين الذهب والفضة لازم بتبقى في رقم معين، وهي دلوقتي أبعد بكتير من ده. فالفضة لازم تزيد، وفي توقعات ان أونصة الفضة هتوصل ل 150 دولار للأونصة الواحدة. يعني جرام الفضة يعمل له تقريبا 200 جنيه، يعني الزيادة تقريبا 90%. 110 لما تبقى 200 يعني تقريبا 90% إن لم يكن 100%. يعني احنا دلوقتي لسه في 50% كمان زيادة. عشان كده أنا بقول لازم تشتري ذهب وتشتري فضة، خلي محفظتك فيها كل حاجة. الفضة تنفع أكتر في الأرقام الصغيرة، لو معاك 10,000 جنيه 5000 جنيه 30,000 جنيه 40,000 جنيه، لأن الحاجات دي مش هتكمل لك جنيه ذهب حتى. ممكن تجيب نص جنيه بس ساعتها الفضة أكسب لك. بس لازم دايما تبقى عارف، والنقطة اللي بنأكد عليها، الفضة استثمار طويل الأجل هي والذهب، بس هي أكتر من الذهب. ما تبقاش بتشتري وعايز تبيعهم بعد شهرين 3، لازم تستنى شوية. وبس كده. كان معاكم دكتور ياسر الطويل، وده الجواهرجي. سلام.